فشو قالوا انه اكتب لنا مقالة خاصة عن النظام السوري. بالفعل كتبت مقالة طويلة افردوا لها صفحة كاملة في جريدة جونلوك. عفوا المقال افردوا لها صفحة كاملة جريدة حزب وهي أول مقال عن النظام السوري، نقد النظام السوري في إعلام موالي لحزب العمال الكردستاني، أنا اللي كتبته. وبعد انتقادات نشروا هذا المقال. بعث بارتيسي ديكتاتورينو سوريا حكاية، يعني حكاية البعث الديكتاتوري السوري. المقال طويل وفيه معلومات تفصيلية عن سيرة حزب البعث وقتها. هذا كمان مقال نشرته جريدة جونلوك بعد أن رفضت جريدة راديكال نشره، لأنه في انتقادات شديدة لحزب العدالة والتنمية وللنخب التركية يسارية وليبرالية وإسلامية، ومقال كان شديد النقد. يعني عنوان هذا المقال أونلار تركيا أتش أتشيور، يعني هؤلاء يطلقون النار على تركيا، هؤلاء يعني النخب الحاكمة والمعارضة. هاي نماذج مما كنت أكتبه وأنا في تركيا. وحاليا يعني جماعة شبيحة البيدة بيحكوا عن الفشل وبيحكوا عن النجاح وبيحكوا عن كذا كذا. أنا وقتها كنت في محنة، وكنت يعني مهدد من النظام التركي ولم أهادن، كنت مهدد من النظام السوري ولم أهادن، وحاليا مهدد من حزب العمال الكردستاني ولن أهادن. يعني بيحكوا شغلات. نعم، زوجتي تعمل وأنا في البيت، أنا بتفرغ للكتابة، أنا شغلي كتابة. أنا صار لي من 2000 و 2001 متفرغ للكتابة، شغلي كتابة. أي شغل تاني بيكون شغل الهامشي، الأساس هو العمل في الكتابة والصحافة وكذا. هذا هو شغلي، هي صنعتي، ما بفهم يعني شغلة تاني، صنعة تاني يعني. وصاروا بيحكوا إنه والله زوجته في البيت وهو يتهجم علينا. يعني هذا الكلام الرخيص لا يصدر إلا عن أشخاص رخيصين، ولا هؤلاء الأشخاص الرخيصين لا يحتفي بهم ولا يدعمهم إلا جهات ومؤسسات رخيصة. بالمحصلة يعني كنت ألتقي بمثقفين حزب العمال الكردستاني في تركيا، وانتقدوا أن السجون السورية مليئة برفاقكم، لماذا لا تكتبون في صحافتكم؟ يعني انتقدت سامي تان، انتقدت طيب تمل رئيس تحرير آزاد يا ولاد، لماذا لا يخلو صحفكم جرائدكم من الحكي عن الكرد السوريين؟ ليش ما بتكتبوا؟ أنت عندك عمود، عندك زاوية، اكتب عن الأكراد السوريين. قال والله مزبوط، هو شان انتقادك في محله، من قبيل المزاح. يعني قال بما أنه أنت اللي طرحت هذا الموضوع فما راح أكتب، يعني من قبيل المداعبة والمزاح. ما بعرف، يمكن كان جد كمان عم يحكي. فكان في تجاهل. محامي أوجلان ألتقي بهم، برلمانيين سياسيين ألتقي بهم، ولا واحد منهم يقول لي هوشك أنت شو بيلزمك؟ نحن في سنة 80 صار انقلاب، هربنا على سوريا، الأكراد السوريين احتوونا، والأكراد السوريين انتسبوا إلينا وكانوا الخزان البشري اقتصاديا. أنا شخص في 2009 منتصف صيف 2009 حتى صيف 2010 كنت في تركيا، ولم يسألني أحد شو بدك. على العكس، محامين وجلان كانوا تعال خدمنا، يعني ساعدنا فيما يتعلق بأمور الترجمة، فيما يتعلق بأمور الصحافة وكذا. وأنا كنت أبدي استعدادي في تلك المحنة ولم أكترث بالموضوع، يعني وما عملت أنه خلاص لازم يأتوا، لازم يعني أنا صديق وأنا موالي لهم لازم لا،
ما عملت الموضوع هيك. ايمتى كان موقفي من حزب العمال؟ عندما اتيت الى بلجيكا كمان اجبروني، ذكرت في لقاءات في فيديوهات سابقة، اجبروني على العمل في روش تي في. انا ما كان بدي اشتغل بروش تي في يعني، اجبروني انت وكذا كفاءة وما في حدا يساعدنا وكذا ومن هالحكي هذا. فعملت في روش تي في مدة اشهر وموقفهم المخزي والمؤسف والمعيب والمهين واللي راح يلاحقهم ليوم الدين، يعني موقفهم العار من الثورة السورية وعلاقتهم مع النظام السوري اللي حاليا يعني عم تتبين لي يعني جذورها التاريخية، الأصول يعني التاريخية يعني لهذه العلاقة اللي بعمرها ما كانت تكتيكية، وبيخدعوا الناس انه هي كانت تكتيكية وكذا، كانت استراتيجية وفي العمق لم أتنبه لهذا الموضوع إلا متأخرا يعني. وللأمانة يعني عمر أوسي كان بيقول لي إنه هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، لم أكن أنصت له يعني، إنه يعني كنت أخذه على محمل إنه ربما يكون الموضوع في الخلاف وكذا وكذا، لكن اتضح إنه كلام عمر أوسي كان على حق. لما كنت أنا على خلاف معه وندخل في نقاشات حول حزب العمال الكردستاني وكذا، بعد سنين تبين لي أنه يعني كان على حق. عموما يعني هذا جزء، يعني أنا لست مديونا لهم، الأموال التي ساعدوني فيها عادت إليهم. وأما الكلام عن الأخلاق والكلام فخلي يخرسوا خالص. آخر من يتحدث عن الأخلاق هم، وأنا أعني ما أقول لأني بعرفهم واحد واحد، وبعرف سلوكياتهم هون، وبعرف سلوكياتهم في الجبل، وبعرف سلوكياتهم والكل بيعرف، مش بس أنا اللي بيعرف، الكل بيعرف. كل اللي كانوا له علاقة مع حزب العمال الكردستاني وبقي عدة سنوات بيعرف يعني شو كيف كانت تدار الأمور وبأي طريقة وبأي آلية وكذا والمسائل هي. فقضية الأخلاق هي لا يقربوا عليها. ليش لا يقربوا عليها؟ لأنه يعني آخر من بإمكانهم أن يتحدثوا عن الأخلاق. التغرير بالناس وتضليل وزج في حروب ومحارق لا ناقة لهم فيها ولا جمل، يعني معاندة الحقيقة ومعاضدة النظام السوري، هذه فقط تكفي. هذا العار فقط يكفي يعني لكي يلاحق أصحابه في الدنيا والآخرة. فإنه والله هو شان كذا وكذا، أصلا لو كان عندهم شيء فيما يتعلق في المسائل الأخلاقية أو فيما يتعلق في مسائل الاختلاسات أو كذا كانوا حكوها عني. أنا بعرف كتير أمور عن مسؤولين هون بأوروبا، يعني كيف يبددوا المال العام، كيف بيستخدموا المال العام في المصالح الشخصية. فبنصحهم إنه إذا كانوا يمتلكون الجرأة على المواجهة بالمنطق وبالحجة وبالتي هي أحسن، أهلا وسهلا. وإذا استمروا في تطاولهم وإهاناتهم فيعني لن يزيدونني إلا إصرارا على المضي فيما أنا عليه. وأنا قضيتي مش قضية أشخاص. لو كانت قضية أشخاص كنت يعني حطيت ملفاتهم كلهم على الطاولة وبلش افتحها صفحة صفحة. يعني قضية مش قضية أشخاص، قضية هي مواقف سياسية ومواقف فكرية. هي لازم يفهموها، هي لازم يفهموها ولازم يحترموها، يحترموا الاختلاف، يحترموا النقد المبني على الحجة والدليل. إذا كانوا عاجزين عن الرد ويلجأوا هل الأشخاص الموتورين الرخيصين، فهذا مؤسف ومعيب ومخزي. يعني أن تكون أدوات وأذرع الخفية بهال المستوى.
وربما يكون للحديث تتمة. شكرا.